أنبه الجميع على ملابسكم. اللباس في الكنيسة لازم يكون محتشم، ومش بس في الكنيسة، وين ما بتكونوا لازم يكون محتشم. الكنيسة ما بتعلم إنه هيك لازم نلبس هون وهيك نلبس غاد، ولكن الاحتشام هو جزء من إيماننا، جزء من تقليدنا، جزء من ثقافتنا. بكفي إنه يحكوا هيك المسيحيين بيلبسوا. لا، أنا بجاوبهم اليوم: المسيحيين ما بيلبسوا هيك. هذا مش لباس مسيحي، هاي اللباس المسيحي. هاي هي العذراء اللي بتتكلم عن لباس المسيحيين ولباس المسيحيات، اللباس المحتشم، اللباس اللي فيه تقوى ومخافة الله. هاي أمنا العذراء اللي هي بتمثل المسيحيين. وبكفي أن يشتم المسيحيين عشان البعض بده يواكب ثقافة العصر. أني ثقافة بدكم إياها؟ ثقافة التعري؟ ثقافة تبيعوا أجسادكم؟ ثقافة إيش؟ الثقافة الموجودة بالخارج اللي عمالها بتشرعن الخطية وبتحطم الأسرة والبيت. أني ثقافة بدكم إياها من الخارج؟ الثقافة إنه يتجوز الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى تحت اسم الديمقراطية والحريات، ويطلب من الكنائس إنها تبارك هذا الإشي. بكفي. لا أبنائي، لازم نوقف وقفة رجال، وقفة كلنا مع بعضنا البعض. وهذا ببلش من بيوتنا، من أسرنا، من كيف منلبس. هاي رسائل منوجهها لهذا التيار الآتينا لبلادنا، وبده يقتحم كل بلادنا، بده يبتلعنا. تيار شيطاني غريب عنا، لازم نقاومه، لأنه عماله بيهدد أولادنا